يا اخي اقسم بالله مفيش حاجه في الدنيا كلها اسمها ميه حمراء وميه خضراء وميه زرقاء. يعني عيب عليك لما تروح مثلا لميكانيكي ولا لستور تقول له اصل انا بستخدم ميه حمراء او اصل انا بستخدم ميه زرقاء او ميه خضراء. عارف الموضوع شبه ايه بالظبط؟ هقول لك. شبه ما تنزل معرض عربيات او تروح معرض عربيات وتقول له سلام عليكم انا عايز اشتري عربيه زرقاء او عربيه خضراء. يقول لك يا فندم ايه عربيه زرقاء او عربيه خضراء؟ يعني مواصفاتها ايه؟ امكانياتها ايه؟ سعرها ايه؟ ماركتها ايه؟ الشركه نفسها ايه؟ اي حاجه، يعني اديني اي مدلول يخليني ابقى فاهم انك عايز تشتري عربيه زرقاء او عربيه خضراء. ده نفس اللي انت بتعمله بالظبط، بتروح للستور او الميكانيكي السلام عليكم انا بستخدم ميه حمراء او بستخدم ميه خضراء. يعني ايه بتستخدم ميه حمراء وميه خضراء؟ طيب انا بس عايز اصدمك بمعلومه ممكن تكون جديده عليك، انه اصلا جيركن ميه التبريد اللي انت بتشتريه ب 500 جنيه وب 600 جنيه وب 700 جنيه وب 1000 جنيه، المفترض انه الجيركن ده يكون عديم اللون، ملوش لون اصلا. ليه بقى؟ لانه جيركن مياه التبريد في الاصل بيحتوي على ماده الايثيلين جلايكول، وهي ماده شفافه عديمه اللون. ولكن مصنعي السيارات قال لك طب ما هو دلوقتي لو حصل تسريب او ليكج خارجي، سواء الفني او المهندس او صاحب العربيه ايا كان اللي هيشتغل في العربيه مش هيكون شايف مكان التسريب جاي منين. فلا خلاص احنا هنحط صبغه. فدلوقتي الشركه دي بتحط اخضر، الشركه دي بتحط احمر، الشركه دي بتحط اصفر، وهكذا. الموضوع كله ما هو الا صبغه. ماده الايثيلين جلايكول ماده شفافه عديمه اللون، والمفترض انه ميه التبريد اصلا في الاصل تكون ميه شفافه ملهاش لون، ولكن زي ما قلت لك هم مجرد حطوا عليها صبغه. فما ينفعش تعتمد في اختيارك لميه التبريد او انت بتشتري وبتدفع فلوس تقول له اصلا عايز ميه حمراء او اصلا عايز ميه خضراء. مفيش الكلام ده. انت بتعتمد نسبه الايثيلين جلايكول المتواجده داخل مياه التبريد اللي هي 20%، 30%، 50%، 40%، 8%، ايا كان. انما ما تشتريش ميه تبريد بناء على اللون. ده غير طبعا ان مياه التبريد بتحتوي على مواد مزيته، مواد مانعه للصدأ، مواد مانعه لتكون الرغاوي داخل دوره التبريد. ده كله غير الايثيلين جلايكول. فمن فضلك ما تختارش مياه التبريد اختيار عشوائي بناء على اللون لمجرد بس اصلا عايز ميه حمراء او اصلا عايز ميه خضراء. اعرف عربيتك بتستخدم مياه تبريد نسبه الايثيلين جلايكول فيها كام في الميه، انما ما تهتمش لونها ايه. حتى لو النسبه دي في الشركه دي كانت خضراء وفي الشركه دي كانت حمراء، انا ما يهمنيش اللون، انا يهمني النسبه قد ايه، نسبه الايثيلين جلايكول. بس اتمنى اكونش طولت عليك. سلام عليكم.